هذه الفقرة برعاية منظمة شاير للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. يسعد لي صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا على صفحة متابعين على صفحتنا على الفيسبوك بويار عربي. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح. لهاليوم وصلنا لفقرتنا الحوارية وضيف حلقتنا لليوم الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم محمد صالح عبدو. أهلا وسهلا فيك ويسعد لي صباحك. أهلا بكم وشكرا على استضافتي. أهلا وسهلا فيك. سيد محمد، أصدرت هيئة التربية في شمال وشرق سوريا قراراً بشأن تأجيل افتتاح المدارس للعام الدراسي 2020 و2021 حتى 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر القادم. بداية لو تتحدث لنا عن دواعي وضرورات هذا القرار. شكرا لكم. في الحقيقة كانت هيئة التربية والتعليم قد قررت بدء الدوام الإداري في جميع مدارس إقليم الجزيرة بتاريخ 23/8 وبدء الدراسة الفعلية بتاريخ 1/9/2020 وقد استعدت لذلك على كافة الصعد واتخذت العديد من التدابير فيما يتعلق بوباء كورونا. ولكن بسبب وباء كورونا فقد قررت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا بالاتفاق مع هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا على تأجيل فتح المدارس إلى تاريخ 4/10/2020. كان ذلك لأسباب صحية، منها أن شهر أيلول هو شهر تحول، وفي كل عام في شهر أيلول تحدث الكثير من الرشوحات والجريبات وأمراض الجهاز التنفسي مثل الزكام مثلا. في حالة وجود كورونا لا يعود من السهل التمييز بين فيما إذا كان هذا الشخص مصاب بكورونا أو مصاب بزكام عادي. يعني شهر أيلول بالإضافة إلى ذلك هو شهر الذروة في جائحة كورونا، ولهذا وحرصا على سلامة المعلمين وعلى سلامة الطلبة فقد قررت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة تأجيل افتتاح المدارس إلى 4/10/2020. نحن نعتقد بالرغم من أننا كنا قد جهزنا أنفسنا وقمنا باتخاذ العديد من التدابير التي تقي من انتقال العدوى، إلا أننا ملزمون بهذا القرار وسنفتح المدارس بتاريخ 4/10. سيد محمد، هل هناك مشاركة مجتمعية في اتخاذ القرارات التي تخص شؤون العملية التعليمية في المنطقة؟ بمعنى هل تم أخذ آراء الأهالي من ذوي الطلبة والتلاميذ بعين الاعتبار في إصدار القرارات التي تتخذها الهيئة بخصوص العملية التعليمية؟ هذا سؤال جيد. العملية التربوية تتعلق بالأساس بالمجتمع. من أجل ذلك أنا قلت كنا قد اتخذنا مجموعة من التدابير التي تقي من المرض. من هذه التدابير على سبيل المثال يعني كنا قد قررنا القيام بغسيل وتعقيم جميع المدارس. وقد قمنا فعلا بهذا العمل. قمنا بغسل جميع المدارس وتعقيمها بمساعدة هيئة الصحة وهيئة البلديات والبيئة
الآن جميع مدارسنا نظيفة ومعقمة. الإجراء الثاني هو موضوع التباعد المكاني بين الطلاب. في هذا الموضوع قررنا أن نقوم أيضا بعملية نوعية. إذا كان عدد الطلاب في شعبة من الشعب 20 طالبا، قررنا أن نوزعهم على دفعتين. الدفعة الأولى وعددهم 10 أو 12 يحضرون في هذا اليوم مثلا، وأما الدفعة الثانية فتحضر في اليوم الثاني، أو الدفعة الأولى تحضر في الدوام الصباحي والدفعة الثانية تحضر في الدوام المسائي. اتخذنا هذا القرار لكي يكون الطلبة بعيدين عن بعضهم ويصعب انتقال العدوى فيما بينهم. ثانيا، في كل مدرسة خصصنا عدد من الأساتذة من المعلمين بحسب حجم المدرسة وعدد طلابها. هؤلاء يراقبون الطلاب بشكل عام ويراقبون المعلمين أيضا. إذا ظهر على بعضهم إعياء، تعب أو آلام في أي مكان من جسمه، يجاز هذا الطالب وهذا المعلم فورا. وحتى في باحات المدارس هناك أيضا معلمون مخصصون لمنع الطلاب من التجمع لكي لا تنتقل العدوى. وأيضا خصصنا حصة دراسية أسبوعية، هي حصة تتعلق بالصحة، يتم فيها شرح الوقاية من الأمراض ومعرفة جميع الأمور الصحية لكي يتقيد بها التلاميذ ويتشكل لديهم وعي صحي. الإجراء الآخر الذي تحدثت عنه، قررنا الاجتماع بعوائل الطلبة وأن نشرح لهم الوضع ونفصل إجراءاتنا ونستمع إليهم ونأخذ يعني آراءهم أيضا بعين الاعتبار لكي يقتنع ذوي الطلاب بأن أولادهم عندما يذهبون إلى المدارس فإنما يذهبون إلى أماكن آمنة. ويكونون مطمئنين على أطفالهم، على صحتهم. هذه الإجراءات سنقوم بها، قمنا ببعض الإجراءات، سنقوم أيضا من الآن إلى فتح المدارس بالتجوال بين عوائل الطلبة أو تجميعهم مثلا في باحة يكونوا بعيدين عن بعضهم، وسنشرح لهم هذه الأمور. صحيح المسألة التعليمية تتعلق بالدرجة الأولى بالمجتمع، ويجب أن يقتنع عوائل الطلبة بأن أولادهم في أماكن آمنة. سيد محمد، عنا استطلاع حول آراء الأهالي بخصوص تأجيل افتتاح المدارس والمشاركة باتخاذ هالقرار، بنتابعه سوا. نعم. رأيي ما تتأجل المدارس لأنه المرض مستمر، المرض كورونا مستمر، ونحن معنا إمكانيات ندرس أولادنا أونلاين، فمشان هيك إنه لازم المدارس تنفتح ولازم يكون في عنا إجراءات احترازية. أنا طالبة بكالوريا من قامشلو. بصراحة أنا مع تأجيل المدارس بهالفترة لأنه حالات كورونا عم يكتروا بالمنطقة، بس كمان لازم ناخد بعين الاعتبار أنه في دراسة عم تروح على الطلاب، ولازم يحطوا لنا خطة دراسية لحتى نقدر ننجح بعملنا الدراسي. أكيد أنا مع قرار التربية لأنه هو الصح، بس يا ريت مو بس المدارس، يعني إنه يسكروا كل شيء، حتى كل المراكز الحكومية وهيئات الإدارة الذاتية وكل شيء. بالنسبة للطلاب الابتدائي يعني أهاليهم بيقدروا يعلموهم بالبيت، لأنه إذا داوموا 80% رح ينصابوا بهالمرض، وهيك رح تصير كارثة أكيد. لهيك أنا برأيي يسكروا كل شيء ويحطوا حظر تام، كل واحد من عنده يهتم بحاله وباللي حواليه،
وإن شاء الله نتخلص من هالمرض والله يبعده عنا وعنكم جميعا. أنا برأيي أنه كان لازم يكون في تواصل بين الأهالي والمؤسسات التربوية بخصوص هالقرار لسببين. السبب الأول لكي لا ينصدم الأهل بهذا القرار المفاجئ، ثانيا ليقولوا يعني وجهة نظرهم، وبالأخير يعني يعود القرار الأخير أولا وأخيرا لكم. بدون أدنى شك أن تأجيل افتتاح المدارس جاء لضمان صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي، خاصة بعد استفحال وباء كورونا في المنطقة. صحيح أن ذلك سيضر بالطلبة، سيولد لديهم شعورا بالخمول والابتعاد عن التعليم، لكن تبقى الصحة العامة لأبنائنا هي الأهم. هنا أود الإشارة إلى بعض النقاط الصغيرة. حبذا لو أن الإدارة الذاتية متمثلة بهيئة التربية إيجاد حلول بديلة، كأن تقلص من عدد الطلاب في الصف الواحد مثلا، وكذلك الاقتصار على تدريس المواد الأساسية لتقليل ساعات الدوام واتخاذ إجراءات صارمة للحد من الاختلاط الزائد في المدارس. ولكم جزيل الشكر. أنا ماني مع تأجيل المدارس أبدا، لأنه هذيك السنة تضرروا كتير، يعني نص السنة بالكامل ما أخذوا منهاج، نص المنهاج ما أخذوا، مع هيك ترفعوا للسنة اللي بعدها. هلأ كمان تأجل لشهر، يعني كتير من المعلومات رح يخسر الطالب، ما رح يعني رح يتدارك، ما يقدروا يتداركوها. فإذا كانت بلشت هالسنة بوقتها كان يمكن يتداركوها ويعيدوا مثلا المعلومات هذيك السنة، نص السنة اللي راحت عليهم. وفيهم يعني إذا مشان الفيروس فيهم كمان يعقموا المدارس وينظفوها ويجبروا الطلاب يلبسوا كمامات ويخصصوا مشرف صحي يراقب هالطلاب، وأي طالب ظهرت عليه أعراض الكورونا فيهم كمان يبعدوا هذا الطالب تمشي المدرسة مثل العادة. وكان لازم يكون أصلا في تواصل بين الأهالي والمؤسسات التربوية بخصوص قرار التأجيل، من خلال اجتماعات مثلا، يعملوا اجتماعات بالكومينات بكل حارة لحال وياخذوا رأي الأهالي. مرحبا، أنا طالبة من قامشلو. أنا لست مع قرار التربية بشأن تأجيل المدارس، لكني أوافقهم في الحفاظ على حياة الطلاب في ظل جائحة الكورونا. بس بدي أقول أهم شيء عودة الطلاب بالشيء اللي راح عنه. نعم، أنا مع قرار هيئة التربية بتأجيل افتتاح المدارس لعل وعسى، لكن بنفس الوقت أناقض هذا القرار، لأن الدول الأوروبية سبقونا يا ما تأجلت مدارسهم لمدة شهرين أو أكثر، ومع ذلك لم يجدي نفعا، فاضطروا إلى وضع الكمامات بشكل دائم والاستمرار بالحياة حتى أشعار آخر. لازم يكون في تواصل بين الأهالي والمؤسسات التربوية بخصوص التأجيل، لأنه الصحة أهم من التعليم. هي طبعا نحن مع قرار تأجيل المدارس، لأنه أعداد الطلاب ضخمة كتير وأزمة الكورونا يعني بأوجه. شو تعليقك سيد محمد على الاستطلاع اللي سمعناه؟ في الحقيقة أنا أشكر جميع المشاركين وآراؤهم ومداخلاتهم كانت مشروعة، لأنها نابعة من الحرص على صحة أولادهم وعلى حياتهم. نعم. ونحن أيضا في هيئة التربية عندما قررنا أن نفتح المدارس ومن ثم أن نؤجلها، كان الاعتبار الوحيد هو صحة المعلم وحياة المعلم وصحة الطالب وحياته. نعم. هذه كانت اعتباراتنا، لا توجد أي اعتبارات أخرى. وحتى اختلاف الرأي في الفتح المبكر أو التأجيل، هناك آراء كثيرة في المجتمع، وهي أيضا آراء مشروعة. أريد أن أقول لجميع الأشخاص الذين داخلوا أن مرض كورونا أو وباء كورونا هو وباء عالمي،
وأن هناك العديد من الدول قد قرروا أيضا فتح المدارس. نعم. وبعضها قررت فتح المدارس ثم تراجعت عن قرارها بعد 15 يوما لاعتبارات صحية، وهذا أيضا توجه مشروع. أنا شرحت تأجيل المدارس قطعا بموجب خططنا وبرامجنا لن تكون على حساب شيء يضيع من الطالب. تمام. لن يكون هناك فاقد تعليمي قطعا. سوف نغطي هذه المسألة سواء عن طريق تمديد الفصل الدراسي أو حتى إلغاء بعض المواد الثانوية. مثال، نحن قررنا أن في هذا العام أن نلغي مادة الرسم، مادة الموسيقى، مادة الرياضة، مادة جينولوجي، ومادة شاند وأخلاق، الثقافة والأخلاق. وسنركز على الدروس الأساسية. بهذا الشكل يعني مواد التعليم الأساسية لن تضيع عن الطالب قطعا، وبالإمكان تمديد الفصل الدراسي الأول لمدة شهر، وتمديد الفصل الدراسي الثاني أيضا لمدة شهر. هذه حلول نفكر فيها وسوف نضعها موضع التطبيق. جميع المداخلات التي وردت ناقشناها في هيئة التربية والتعليم، والآن أنا خارج من اجتماع يتم دراسة هذا الموضوع أيضا، وسوف يتم اتخاذ القرارات المناسبة بحقها. ما يهم الآن هو أن أطمن جميع عوائل طلبتنا، جميع طلبتنا الأعزاء، بأنه لن يكون هناك فاقد تعليمي بالنسبة لهم. أريدهم أن يطمئنوا على مستقبلهم. ومنذ 23/8 نحن نقوم بتنفيذ الكثير من الأعمال التي تساعد على تسهيل العملية الدراسية، وأن تسير العملية الدراسية وفق مخطط مرسوم يضمن تلقي الطالب علومه الأساسية بدون أي نقص. السياسة العالمية الآن تقوم على أساس التعايش مع كورونا، أي أن جميع المؤسسات بما في ذلك المدارس والجامعات تفتح، ولكن تتخذ الإجراءات الوقائية، وهذا ما سنقوم به أيضا. وقد شرحت بشكل مختصر بعض هذه الإجراءات. تعقيم المدارس وغسيلها سوف يكون بشكل مستمر. تأمين المعقمات ومواد التنظيف سوف تكون متوفرة في جميع المدارس. الرقابة الصحية سوف تكون متوفرة في جميع المدارس. توعية الطلبة سوف يكون موجود في كل المدارس. تطمين عوائل الطلبة سوف يجري أيضا بشكل متواصل. سنلتقي باستمرار مع عوائل الطلبة لنأخذ آراءهم ونخبرهم عن خططنا وبرامجنا أيضا. سيد محمد صالح، ألم تكن هناك سبل أخرى لمتابعة العملية التعليمية دون اتخاذ قرار التأجيل؟ كان يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية الطلبة والتلاميذ. نعم، وهذا ما سنقوم به أيضا في 14.
إضافة إلى ذلك أريد أن أقول نحن في هيئة التربية والتعليم نسير على خطين متوازيين. الخط الأول هو فتح المدارس والتعليم في المدارس، والخط الثاني هو التعليم عن بعد. سوف يسير هذان الخطان بشكل منسق ويساعد الطلبة على ما يفوتهم من دروس. يعني الآن هناك مجموعة من المعلمين من المدرسين يقومون بتسجيل الدروس على الانترنت. سوف يكون التعليم عن بعد متاحا لجميع الطلبة ولجميع المراحل، في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. ونحن نأمل من عوائل الطلبة أن يهتموا بالتعليم عن بعد أيضا، وأن يساعدوا أبنائهم على الاهتمام بها وتوفير الجو الدراسي على التعليم عن بعد في المنزل، لأن هذا الأسلوب هو الأسلوب المتبع في كل الدول المتقدمة في العالم. التعليم عن بعد، التعليم الافتراضي سيصبح في المستقبل سباقا حتى على التعليم في المدارس. نحن إذن نسير على خطين متوازيين. نعتقد أنه بالتزاوج بين الطريقتين سوف تسير العملية التعليمية والتربوية في إقليم الجزيرة بشكل جيد. طيب. ونحن مطمئنون من هذه الناحية. طيب سيد محمد، الكثير من الأهالي كانت لهم شكاوى حول بعض المشاكل واجهت أبنائهم خلال عملية التدريس التي تمت عبر الإنترنت أونلاين، منها عدم قدرتهم على تهيئة الجو المناسب لأبنائهم، وأمور أخرى تتعلق بعدم توفر خدمة الإنترنت بشكل متواصل، أو أسباب تتعلق بعدم توفر الكهرباء. هذا صحيح. نحن واجهنا هذه المسألة في العام الماضي، ولكننا في العام الماضي كنا نعتمد على تلفزيون روجافا. كانت الدروس تبث عن طريق تلفزيون روجافا بشكل أساسي. وتلفزيون روجافا كان موضوع الكهرباء موضوع سلبي، لأن التيار الكهربائي إذا كان موجودا في منطقة ما لم يكن متواجدا في منطقة أخرى. أما الآن فلن نعتمد على التلفزيون، سوف نعتمد على الإنترنت. وأريد أن أقول في هذا المجال في جميع المنازل، في جميع البيوت ولدى جميع عوائل الطلبة الموبايل هو مثل اللابتوب، هو انترنت موجود فيه. وأعتقد أن جميع الطلبة يجيدون العمل أيضا على الموبايل وعلى الانترنت. طيب أيضا إذا ما كان في توفرت عندهم الكهرباء، هذا لا يحتاج إلى الكهرباء، لأن الدروس تسجل ويمكن له مراجعة هذا الدرس في أي وقت من اليوم. تمام. سيد محمد صالح، كيف يمكن للأهالي التواصل معكم بشأن إيصال الشكاوى فيما يتعلق بالعملية التعليمية؟ سوف نقوم بوضع صندوق شكاوي على باب الهيئة وعلى أبواب إداراتنا العامة، الإدارة العامة للمدارس في قامشلو والإدارة العامة للمدارس في الحسكة، وسنوليها الاهتمام المناسب. إلى أي درجة تأثرت سير العملية التعليمية في مناطق شمال وشرق سوريا بسبب وباء كورونا كوفيد-19؟ في الحقيقة في إقليم الجزيرة في العام الدراسي 2019-2020 أصبنا بكارثتين. الكارثة الأولى كانت الحرب التي شنتها تركيا على منطقة سريكانية، وعلى هذا أدى إلى الإضرار بالعملية التربوية إلى حد كبير أيضا. وكان
كانت الكارثة الثانية هي وباء كورونا. بالنسبة لوباء كورونا بذلنا الكثير من الجهود، وأعتقد أننا استطعنا أن ننقذ عامنا الدراسي عن طريق التعليم عن بعد. أنا أعرف عدد كبير من الطلبة استفادوا، وهناك أيضا بعض الطلبة الذين لم يستفيدوا، سواء كان بسبب عدم مساعدة ذويهم لهم، أو بسبب أنهم لم يكونوا متابعين جيدين ولم يكونوا مهتمين. يعني هذا يحدث حتى في خارج ظروف كورونا. هناك بعض الطلبة متابعين لدروسهم بشكل جيد، وهناك بعض الكسالى أيضا لا يهتمون بدروسهم. كان ذلك أمرا اعتياديا. نعتقد أننا استطعنا إنقاذ العام الدراسي 2019-2020 عن طريق التعليم عن بعد بنسبة جيدة، ولم نكن نحن الوحيدين الذين اتبعوا هذا الأسلوب. كل الدول المتقدمة في العالم اتبعت هذا الأسلوب. على عكس ذلك كان خصومنا أو يتوقعون أن لا نتمكن من التعليم عن بعد، وكانوا يعتقدون أن عامنا الدراسي سوف يذهب مع الريح. لكننا بسبب جهود معلمينا ومدرسينا وكادرنا الإداري تمكنا من إنقاذ العام الدراسي بنسبة جيدة، وكهيئة التربية نحن نفتخر بهذا العمل. في مجال تحكي لنا كمان عن الإجراءات الاحترازية يلي اتخذتوها لمواجهة وباء كورونا، برأيك هل هي كافية لدرء خطر الوباء عن شريحة الطلبة والتلاميذ؟ إذا سمحت لي، الطلبة الصغار في العمر لا يصابون بالكورونا. هم ممكن أن يعتبروا كناقلين للكورونا، ولكنهم لا يصابون بالكورونا ولا خطر على حياتهم. الخطر خطر الإصابة يكمن في فئة المعلمين وليس الطلبة. هذا ما أظهرته التجربة العالمية. بطبيعة الحال سنكون حريصين جدا على صحة معلمينا، وسوف نوفر لهم كل الوسائل اللازمة للوقاية من هذا المرض. سيد محمد، بنروح لفاصل وبنرجع لنكمل حوارنا. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان. سيد محمد، مع تأجيل افتتاح المدارس هل تم إيقاف تسجيل التلاميذ في المرحلة الأولى؟ لا يتم توقيف التسجيل. سيتم تسجيل الطلاب الجدد بشكل مستمر. الآن يجري نقاش حول تنظيم العمل في الإدارات العامة وإدارات المدارس، وفي المدارس أيضا هناك بعض الأعمال التي ستستمر، والأمثلة على ذلك الاتصال مع عوائل الطلبة. هذا العمل الحلول البديلة يعني. نعم، هذا العمل سوف يستمر. هذه أعمال مساعدة. الغسيل وتعقيم المدارس سوف يكون مستمر. هناك توزيع الكتب سوف يكون بشكل مستمر، وحتى تسجيل الطلبة الجدد
سيكون مستمر. في العموم هناك بعض الأعمال الإدارية سوف يتم إنجازها إلى أن نصل إلى 14. كما نعلم وبحسب متابعتنا أنه تم رفع التلاميذ في الحلقة الأولى والثانية والثالثة إلى مرحلة متقدمة، وذلك بسبب انقطاعهم عن العملية التعليمية بسبب وباء كورونا كوفيد-19. السؤال هنا سيد محمد صالح، هل سيتم تعويض هؤلاء التلاميذ عن الفاقد التعليمي كونهم لم ينهوا المرحلة التعليمية التي كانوا فيها بشكل نظامي؟ في الحقيقة كان هناك فاقد تعليمي، وكان قرارنا قبل ذلك أن نفتح المدارس في 25/7، يعني في 25 تموز، ويخصص 20 يوما للمراجعة، مراجعة الدروس التي فاتت على الطلبة. نعم. ولكن بسبب كورونا لم نستطع تنفيذ هذا العمل. الآن ستخصص فترة لمراجعة الدروس الفائتة على الطلبة وتعويضهم الفاقد التعليمي، علما أن قسما من الفاقد التعليمي قد أمناه عن طريق الأونلاين، ومع ذلك سوف تخصص فترة للمراجعة. نعم. قد تكون 20 يوم أو 15 يوم، أكثر أو أقل. هذا يتعلق بالمدارس وإدارات المدارس، يستطيعون تحديد المدة. سيد محمد، هل هناك مأخذ على المنهاج الكردي في المرحلة التعليمية سواء من قبل الأهالي أو من قبل بعض العاملين في السلك التعليمي كهيئة التربية؟ كيف تم الوقوف على هذه المآخذ؟ هذا يحتاج إلى شرح مفصل. مسألة المناهج مسألة جدلية. يجب أن نعلم أن المناهج والنقد على المناهج هي عملية مستمرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكل الدول المتقدمة. نعم. المنهاج ليس شيئا ثابتا. المنهاج شيء حي، ويجب أن يتم تجديده بشكل مستمر. تمام. نحن قلنا مرارا أن المنهاج الثابت هو المنهاج الميت، ولهذا فإن مناهجنا في تطور مستمر. في نهاية كل عام يتم استقبال ملاحظات جميع المعلمين ودراستها بشكل جيد، وإذا كانت هناك ملاحظات جديرة بالأخذ بها يتم إجراء التعديل المناسب، وهذا ليس عيبا. نحن نرى أن المناهج الدراسية في كل أنحاء العالم وليس في إقليم الجزيرة يجب أن يواكب التطور العلمي والتطور التكنولوجي والتطور السياسي والمواضيع الاجتماعية الأخرى، لأن هذه هي حياة الشعوب، والمناهج الدراسية يجب أن تقود حياة الشعوب إلى الأفضل. ولذلك هناك نقد على منهاجنا، هناك نقد على المناهج الدراسية في الاتحاد الروسي وفي الصين الشعبية وفي اليابان وفي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفي كل دول العالم. ولكن المهم بالنسبة لنا أن نطور بشكل مستمر مناهجنا الدراسية. تحدثت وسائل الإعلام عن قيام هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بإغلاق 118 مدرسة ثانوية في مناطق الإدارة الذاتية، ومنعت تدريس المنهاج الحكومة السورية فيها. ما مدى صحة هذا الخبر؟ وقد كان لكم قرارات سابقة بهذا الشأن.
هذا ليس دقيقا، وهو مادة إعلامية تحريضية سياسية. نحن في هيئة التربية والتعليم لا نقوم بإغلاق المدارس، نعم، وإنما نقوم بفتح المدارس. في مناطق الإدارة الذاتية عندما دخلنا إلى الصف 10 الثانوي انتهى التعليم، تعليم الحكومة السورية، تعليم التربية السورية من هذه المنطقة. ولكن استمر التعليم في الصفين 11 و12. دخلنا إلى الصف 11 الثانوي، بقي للتربية السورية الصف 12 الثانوي. الآن نحن دخلنا إلى هذا الصف أيضا. نعم. لم يبقى شيء في هذه المرحلة. نحن غطينا كافة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. نحن لسنا مهتمين بمتابعة إغلاق المدارس التابعة للتربية السورية. هذه ليست مهمتنا، ولكن مهمتنا أن نقوم بتطوير التعليم التابع للإدارة الذاتية الديمقراطية. هذه المدارس موجودة، ولكن يدرس فيها طلبة الإدارة الذاتية الديمقراطية. بنتشكرك. وكلمة أخيرة سيد محمد صالح، بدك تخبرنا شيء؟ أولا أشكركم. ثانيا بالنسبة للعام الدراسي الجديد أريد أن أطمن جميع أوائل الطلبة بأن أولادهم في الحفظ والصون، وهيئة التربية والتعليم تعي أهمية الحفاظ على صحتهم وحياتهم. يجب أن يكونوا مطمئنين لأن أولادهم هم أولادنا أيضا. نعم. وأطمئن أيضا جميع الطلبة وجميع المعلمين بأن عملية التربية والتعليم ستسير بشكل مدروس وبشكل منسق، ونطمئنهم بأن عامنا الدراسي الحالي سيكون ناجحا، لأننا أمنا جميع السبل التي تحمي العملية التربوية. نتشكر وجودك معنا السيد محمد صالح عبدو، الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم، ويسعد لي صباحك مرة تانية. مستمعينا ومتابعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهاليوم. بنكمل معكم فقرات عطر الصباح بعد نشرة الأخبار مع الزميل برسان فرمان. استنونا. شكرا. هذه الفقرة برعاية منظمة شار للتنمية ضمن نشاطات مشروع الشيان.